الحب كلمة معناها كبير. أولها الصدق، تاني حاجة الاحتواء، الاهتمام، الكلام الحلو، إنك تخاف عليه. كلمة حب كبيرة. أي راجل، والرجالة سمعاني بقى بقولها لكم بكل صراحة وربنا يشهد على كلام، أي راجل في أول علاقتك بيه قال لك بحبك كذاب. أي راجل يقول لك في بداية علاقتك بيه بحبك كذاب. الرجالة عامة أفعال مش أقوال. كلمة بحبك قد الكلمة قولها، مش قد ما تقولهاش. السحر بالنسبة للستات كلمة بحبك، سحر، المفتاح. بحبك يا اختي، بتروح بقى في الشلاحات والدنيا وخلاص انهارت وتتصل بأمل صاحبتها، الحقيني يا أمل قال لي بحبك وبتاع، وأمل تفرق شربات وبتاع ولازم ناكل والسوشي وخلص. اداها خلاص، اداها الاوكي، يا بنت انت بتاعتي. تتفرجي ولا يا بنت انا بحبك، خلاص الموضوع بقى كلام. طيب مرحلة الكلام بعد الكلام ايه؟ ايه المرحلة بقى؟ هنا بقى الكلمة اللي تتقال لواحدة تتقال لألف. اللي بيجي سريع بيروح سريع. كلمة بحبك بالنسبة للراجل ما بتتقالش بالفعل. اللي بيحبك هيخبط على باب بيتكم عشان يطلب ايدك. اللي بيحبك مش هيخليك زعلان. اللي بيحبك هيحترمك في وجودك وعدم وجودك. تمام؟ فبلاش نظلم كلمة الحب. وهي بتقول لك يا بنت انت مراتي، يا دي كلام بصوا ما شاء الله في رجل الحمام. والستات ما شاء الله عاجبها الكلام. انا بالنسبه لي الحب افعال مش اقوال. تمام يا لميا، ما ده اللي بقوله. فبلاش نظلم الحب. وصدقوني والله في رجاله كتير جدا محترمه ورجاله كتير جدا تستاهل تتحب. مش معنى ان انت يعني كنت في قصه فاشله ان اللي جاي فاشل، لا، انت عايش وربنا مديك العمر، وعيش واعرف وحب وتحب. المهم انك بخير. فشلت في قصه مش معناها انك تفشل في اللي بعدها. ما احنا مش حقل تجارب. هي ما فيش اسهل من الكلام حقيقي. ما هو ده الكلام اللي يعني بيودي في حته تانية. فمش معنى انك فشلت في تجربه انك هتفشل في كل التجارب. لا، زي ما انت كويسه في رجاله كويسه، وزي ما انت بتحب في رجاله بتحب. ساعات السيستم او المكان بيبقى غلط او التوقيت غلط. صدقوني التوقيت ممكن يكون غلط. بلاش طالعه من قصه فاشله او طالعه من وجع او من وجيعه تستقبل او تستقبلي اي واحد يخبط على الباب. ما احنا مش عارفين مين اللي على الباب. اللي على الباب ده ايه؟ ما انا ما اعرفش. بلاش تاخد قرار لحياتك في زعل او متضايق او طالع من اي مشكله. اوعى تاخد قرار. القرار ده هيتبني عليه حاجات كتير للاسف. ممكن تكون سبب وجع عليك، ممكن تكون سبب الم ليك، وممكن تكون سبب هجر من الناس كلها. دايما استخير ربنا. راجل او ست استخير ربنا. اول كلمه بتتقال في الجواز، ويمكن في تجارب كتير فشلت، يقول لك نصيب. طيب انت سالت صاحب النصيب؟ خلينا نتكلم بكل صراحه. انت سالت صاحب النصيب؟ استعنت بصاحب النصيب؟ ما احنا اسهل كلمه عندنا نقول ونصيبه كده بقى يا عم ورزقه كده. لا، اول كلمه بتتقال في كتب الكتاب قول اني استخرت الله. وما شاء الله كله بيقول، كله بقى مستعجل بقى عايز يلحق. الشمع قايد هناك فالحمام هيحمض في الثلاجه. قول اني استخرت الله. تفشل الجوازه، انت ما استخرتش ربنا.